فوك نفخ ويداك أوكتا، يعني أنت اللي عامل المعجون. سادس جزء من اللي أوله شرط الجيبسون بورد. طبعا ليه أشكال كتير جدا بس مش موضوعنا دلوقتي. قبل ما تسأل السعر لازم تقول له بتقيس ازاي، لأن كل واحد في مصر بيقيس بطريقة. فرضا انت رايح تشتري برتقال، في واحد بيبيع الكيلو ب 30 جنيه وواحد بيبيع لك الواحدة ب 4 جنيه. مين أرخص؟ طب نعمل إيه؟ قبل ما نشتغل وقبل ما ندفع جنيه هنجيب المقاول بتاع الجيبسون بورد وهقول له انا هعمل هنا كذا وهعمل هنا كذا وهعمل هنا كذا دول يعملوا معاك كام متر، وبعد كده الكام متر اللي هيلاقوهم لك دول اضربهم بقى ان هو بيعمل المتر بكام جنيه. ولو عايز تريح دماغك اسمع مني الكام نقطة دول. سيب الفيديو واعمل لايك او هات ورقة وقلم واكتب ورايا. لازم في الاول تبقى محدد انت هتعمل ايه وتكون رسمه وحافظه. فوك نفخ ويداك أوكتا، يعني انت اللي عامل المعجون. سادس جزء من اللي أوله شرط الجيبسون بورد. طبعا ليه أشكال كتير جدا بس مش موضوعنا دلوقتي. قبل ما تسأل السعر لازم تقول له بتقيس ازاي، لأن كل واحد في مصر بيقيس بطريقة. فرضا انت رايح تشتري برتقال، في واحد بيبيع الكيلو ب 30 جنيه وواحد بيبيع لك الواحدة ب 4 جنيه. مين أرخص؟ طب نعمل إيه؟ قبل ما نشتغل وقبل ما ندفع جنيه هنجيب المقاول بتاع الجيبسون بورد وهقول له انا هعمل هنا كذا وهعمل هنا كذا وهعمل هنا كذا دول يعملوا معاك كام متر، وبعد كده الكام متر اللي هيلاقوهم لك دول اضربهم بقى ان هو بيعمل المتر بكام جنيه. ولو عايز تريح دماغك اسمع مني الكام نقطة دول. سيب الفيديو واعمل لايك او هات ورقة وقلم واكتب ورايا. لازم في الاول تبقى محدد انت هتعمل ايه وتكون رسمه وحافظه.